إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنا بالله لا شريك له. في ليلة 15 من رمضان المبارك يحتفل شيعة أهل البيت بمناسبة ميلاد الإمام السبط المجتبى الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده وأبيه وأمه وأخيه. أفضل الصلاة والتسليم عليه، ونبارك لصاحب العصر والزمان مرور هذه الأيام والليالي المباركة، وخصوصا أنها موثقة ومرتبطة بانتصارات أنصار الدين على أعداء الدين في الفلوجة في معاقل الكفر والفساد. ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يعجل فرج مولانا قائم آل محمد ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية المباركة لها بحث طويل وكبير ومعمق جدا، ونحن نريد أن نمر مرور الكرام على بعض القضايا السلبية التي يتناولها أفراد المجتمع، وخصوصا مجتمعنا الشيعي في العراق، من التدخل ومن الكلام في غير محله، ولعل ذلك يقود إلى أن نعتقد ببعض الباطل إن لم يكن كله، بسبب ما نمتلكه من عزة نفس وإباء، لا على النحو الإسلامي وإنما على النحو الاجتماعي، كوننا مجتمع عشائري في العراق. ولذا استغل هذه الفرصة وأمر على هذا الموضوع مستغلا مناسبة الإمام المظلوم من قبل العشائر الذي هو الإمام الحسن المجتبى، متعرضا إلى بعض الأمور وليس كلها لأنها كثيرة جدا. الإمام الحسن المجتبى تعرض إلى مظلومية قد تكون فريدة من نوعها، ولكنه لأنه ابن الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، وهو أول مظلوم وأكبر مظلوم، لذا لولا وجود مظلومية أبيه لما قلنا أنه ممكن أن يتأخر، وإلا مظلوميته هي مظلومية عظمى جدا. ومفهوم المظلومية لا على نحو القضية العاطفية، فما حصل في كربلاء نعلم علم اليقين ونعتقد بذلك أن ما حصل في كربلاء مأساة لا تأتي ولن تأتي بمثلها أبدا. ولكن إذا قلنا أن هذه المأساة كانت وليدة ما حصل من مظلومية الإمام الحسن، فيصبح للإمام الحسن مظلومية عظمى بهذا المقدار، لأنه شارك الإمام الحسين على نحو الصورة، علم ما سيجري في كربلاء وهم يشاهدون بعين اليقين. المطلوب من هذه المحاضرة البسيطة أن الإنسان الذي يريد أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى ويتقي الله ربه يجد أن هناك سبلا وضعها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والسبل الذي موضوعة في القرآن منها بارزة للعيان واضحة، أوفوا بالعقود
بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، اجتنبوا الزنا، غضوا الأبصار. سورة النور، سورة الأحزاب، سورة الإسراء فيها الكثير من الأخلاقيات التي علينا أن نتجنبها، كذلك في سورة الحجرات وإلى آخره. ومنها ما ليس واضحا أو ظاهرا إلا بأن نسير شوية أعمق في الآيات الكريمة. يعني صحيح أن الله سبحانه وتعالى قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، ثم قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلاما لا نبتغي الجاهلين. لكن مع ذلك ما عرفنا مفاد الجهل، حتى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أعطى قاعدة كلية وبيان حال، قال لو سكت الجاهل ما اختلف الناس. وهذه الأمور التي تحصل من مظلومية بعضنا البعضنا سببها أن المتكلم جاهل، وأنا أولهم. ولولا أن المتكلم جاهل، لو كان المتكلم يتكلم بما يتيقنه لقل كلامه، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من كثرة الكلام. أو أحد الأئمة قال من كثر كلامه كثر خطأه. ولأن الأمر قد يكون معتاد على أن نخطأ، قال ومن كثر خطأه قل حياؤه، وإن لم تستحي فافعل ما شئت. ولعل الغمامة الشيطانية على الإنسان تكون في طبقة سميكة جدا، فحتى قلة الحياء من اعتمده فقال ومن قل حياؤه مات قلبه. ولعله من افتهم شنو مات قلبه، قال ومن مات قلبه دخل جهنم. فجعل الكلام اللغوي الكثير بلا فائدة جعل في ضمن آيات مثلا تناجوا بالبر والتقوى لا تناجوا بالإثم والعدوان، ثم قال لا خير في كثير من نجواهم. سوالفكم أغلبها ما بيها حق الشكل، لا خير في كثير من نجواهم. فأكو أمور تحتاج شوية عمق. أما الفهم فنحتاج المرتبة الثالثة بالعمق. أراد الله سبحانه وتعالى أن نفهم. مرة قال يا أيها الذين، مثلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. شنو ما دخل قلوبكم لما يدخل إيمانكم؟ بعدين قال يا أيها الذين، إذن الإيمان شبيه بالمؤمنين شي زين، فكيف يقول لنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ هي تحتاج شوية أعمق، نروح لازم المرحلة الثالثة. صار هنا الإيمان بشيء. الإسلام طبعا أكو حديث الإيمان فوق الإسلام بدرجة والتقوى فوق الإيمان بدرجة، وأفضل أو أعظم ما أعطى الله للعبد اليقين. ثم قال واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني إذا وصلت للتقوى يجيك العلم. يا علم، العلم الذي أشار إليه رسول الله، شوية مقدمة وإن طالت بس مهمة للي يريد أن يتصاعد روحانيته في هذا الشهر المبارك. قال مو هذا العلم، ليس العلم بالتعلم، ليس العلم بالتعلم، إنما نور يقذفه الله مو أي إنسان في قلب من يشاء، وقد شاء الله أن يقذفه في قلوب الأولياء. ألا أن أولياء الله لا خوف عنهم. هؤلاء الأولياء إنما يخشى الله من عباده العلماء. علماءنا الفاعل والمفعول به الله العلماء. العلماء حصر الخشية لله بمن؟ إذا مفاد الآية حسب هاي المقدمة السريعة اللي تبركنا وباركنا المجلس بذكر آيات وحديث بها. الآية تقول
خشيتك إذا تريد تؤمن أنك تخشى الله فعلا، ترى حصرا الخشية لله فعلا محصورة بالعلماء، لأنهم يقولون ويدرون ما يقولون، يسكتون ويعلمون لماذا يسكتون، يسلكون ويفهمون معنى السلوك. يعني إذا سكت عن حكمة، والنطق عن علم، وانسلك عن أخلاق. وبالتالي إذا ناخذ حصرا مفهوم الآية للناس نقول شنو؟ ذول العلماء أكيد ناس خاصين، وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبالخصوص الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. فتعرض الإمام الحسن إلى من يعمل على شاكلته، وقد بينا نصف ما عندنا في من يعمل، قل كل يعمل على شاكلته. وكان مطلوب من الإمام الحسن المجتبى أن يراعي الشاكلة والطيور على أشكالها، الأبيض يم الأبيض والأسود يم الأسود. فعلينا أن نفهم شيء عن الإمام الحسن. قلنا في محاضرة الساعتين أن الإمام الحسن كان له الدور النظري في عاشوراء والتطبيقي على الإمام الحسين سلام الله عليه، وقد فدى نفسيهما لله سبحانه وتعالى في تلك الفترة الحرجة. قيل فيه وقيل فيه مزواج وغير مزواج. أنا دائما اتخذ الأمور من آخرها لا من أولها. مزواج شنو المشكلة؟ العقل الشيعي ما استوعب كلمة مزواج، مثل ما اليوم العقل الشيعي ما يستوعب المتعة، وهي حسنة وهدية من الله سبحانه وتعالى، ويمكن أغلب القاعدين ما يستسيغوها، وهم يلعنون عمر ويعلمون أن ضد المتعة عمر. فنحن عمرية في واقعنا السلوكي والذهني والاجتماعي، ما أرتضي وما أرتضي، وإذا كلش يستحي أن يقول أنا ما أفتهم يسكت. مرات إحنا نستخرج ما في داخله. هو سكت، متدري بيفتهم لو ما يفتهم. أجا أمير المؤمنين قال عندنا تكلموا تعرفوا، وعندنا الإمام الصادق قال الكلام صفة المتكلم. يا علي أريد علم خاص، هو وساكت أرد أعرفه أحمق لو مو أحمق. قال العادات قاهرات. مرات إنسان قاعد ما تدري بيه أحمق، لما يتكلم تعرف أنه أحمق. سبحان الله. تقول له من دفعك إلى إبراز حماقتك؟ العادات قاهرات. الأردقولة أنت ما إلك مهرب إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان خل يستحي من عدم فهمه. وحقيقة حتى لا نتجاوز على الإمام الحسن كما سأبين بعض التجاوزات على الإمام الحسن، وتقول لا أنا هسه لو بوقت الإمام الحسن ما تجاوز عليه. منو قال؟ أنت لا تجاوزت عليه تجاوزت على الإمام الحسن. ستقول لي جابك على الإمام الحسن، ما أقول لك متفتهم؟ ما أقول لك متفتهم؟ غير تسألني أنت تعرف القياس مع الفارق؟ شان أنت ليش تتجاوز؟ أنت ليش تحكي وأنت ما من حقك أن تحكي؟ اسكتت، ما من حقك أن تسكت. أنا لو يقع الأمر في غضون في خصوص الكلام لأتيت بأدلة، ولكنها في المرحلة الرابعة التي إذا شاء الله نطيها. ما من حقك تحضر. بعض الناس ما من حقهم ينوجدون. ولذلك إذا تذكرون واحد حضر ما حضر في واقعة عاشوراء، حكى ما حكى، قال ما قال له سمعت الواعية؟ قال له تبنى. أي فشل نقول للحسين حشا الحسين ما يفتهم، بس ما أقول أني ما أفتهم، أقول هذا على ما يفتهم. بس انت متفتهم، يعني الحسين نفتهم. مرات انت ما من حقك تحضر، مرات ما من حقك تتنفس الهواء.
يا بعد لا تفتي مطينا دليل، ولكن في القصاص حياة. كم عندنا أناس ما يستحقون يشمونها وعلينا نقتلهم، ما نقدر نقتلهم. احنا جهل، واقعا احنا جهل. اسكت. السعادة انت من تكتم جهلك، صحيح جهلك راح يطلع، لابد هذا تنفيذ، هذا تنفيذ، لابد يطلع جهل. لو تحكي وراي يطلع بابا اكو الله، خلي عندك ايمان بالله، يريد يفضحك يخزيك، الله يخزيك. احسن لك لا تفكر، قول انا مو بمستوى هذا المجلس، لا تحضر، يخزيك. فراح تتجاوز عن الإمام الحجة. شنو الدليل؟ لسه ما دق بابك. شوف قريت الجهل بقلوبكم وانت دق بابك ما قلت، لانك انت جاهل ما دق بابك، فاجهل من اقول لك دق بابك. انت جاهل، المستمع جاهل، مهما بلغ في ظن من العلم، وسأعطيك أمور أخليك تصدقها، لكن والله تصدقها في عالم التصور المنطقي لا في عالم التصديق. سلوك أخي ما عندنا سلوك، رمضان ولا كأن رمضان، ما عندنا سلوك واقعا. حسد بغض، ليش تحسدني في حياتي؟ أراهنك بعد 10 سنين من نموت تقولهم لقد كان ملاكا. اصدقني من أجيب لك 100 مثال. لو أقسمت برب العالمين أجيب لك 100 مثال على أنه كان مثلي في غير زمانك أنت جاي توقره، أما لو كنت في زمانه لهنت. لأن الإنسان شوية خلينا نروح على علم المساحة، فلسفة وفيزياء ورياضيات. لا، الحجم هو المكان الذي تشغله المادة. تشغل المادة في الكون، عدلوها سوا في الفراغ ماكو مشكلة. لا يحتل مكان واحد جسمان. حتى هنا أبو الفيزياء شوية تعمق، لا يمكن أن تتقبل واحد في نفس الزمان، لأن هاي راح تنهار شخصيتك، راح تعاق. لكن من بعد ما وازاك الله يرحمه لقد كان ملاك، العالم الفاضل التقي الورع آية الله. اقرأ، اكو ناس كتبت عنه لقد كان أكولا، ولقد كان كذا. وين العالم الفاضل التقي الورع؟ اليوم أنا موازيك، باكر من ميوازيك. ولذلك إذا دخلنا في البحث الاجتماعي فيها، لذا نأسس على الآية والإمام الحسن ونروح نشم مثال، ولذا على قال لأنك أنت جاهل. أنا جاهل وتقول أنا أستحي أقول علي جاهل، واساني أدعي نفسي جاهل. يعني أنت تقول وأنا أدري نفسي جاهل، وأنا ما أريد أقول أنا بنفسي جاهل، وبما أن أنا ما أريد أقول أنا جاهل خل أقول علي جاهل، بس أنا أدري بنفسي هو مو جاهل. فشلون أحسن خل أصافح إبليس وأني جاهل بس أنا مو جاهل. كنا عندنا هاي الحوارية. أنت عالم لا جاهل، ليش بتقول جاهل؟ شلون أقول جاهل؟ ولذا الله سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. هسه شو تقول الله جاهل؟ الشاحد يقول راح تقول منو قالوا هذا معنى الآية؟ منو قالوا هذا معنى الآية؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الله سبحانه وتعالى لو يفتح حلقة يوم القيامة ما يقدر لك، سجلوها عليه. على شو أستاذ؟ كل شيء عندك دليل بيه، راح يخيط حلقة يوم القيامة. فكرت بهاي الآية بالليل، ليش الله يخيط حلقنا يوم القيامة؟ الله ما يقدر يلعب. قل لي الله ما كنت شيء باطل، هاي نارك يعني كان قلت لك.
فيقول مش دخيت واحد. فعلى أساس أنت تقول ما تجاوز على الإمام الحسن، وهذا عالم تجاوز على الإمام الحسن تحسن. الله يقول إنما يخشى الله من عباد العلماء. تريد ما تتجاوز على الله، تريد ما تتجاوز على الحسن، تريد ما تتجاوز على زوجتك، تريد ما تتجاوز على أولادك، اخشى الله. تقول يعني شلون أخشى؟ لا تسأل عن كله بالقرآن جاء لا تسأل عن أشياء تبدى لكم تسألكم. أبو ذر طلب ملحة من سلمان باع عباته مدري ايش باع، رهنها وجاب له ملح فرم. أبو ذر قال الحمد لله الذي رزقنا القناعة. قال له من القناعة؟ أنا بعد حاجة بالبيت ولا جبت لك من اللي عنده قناعة ما تطلب ملح. تهمتها صير سلمان من قناعة. اسكت انت يا ابو ذر. لو بزمن شيخ علاء سألت علاء قلت لك اسكت بابك اتعلم شنو القناعة يا الله السوداء. فكم واحد فينا عند ابو ذر آية الله؟ إذا عندك أبو ذر آية الله يعني التوحيد. ولذا أنا أقول لك يقينا تتجاوز على الإمام الحسن، وأنت من المتجاوزين عن الإمام الحسن. نذكر مثال عن أوروبا. العالم في أوروبا كيف يكون عالما؟ تسأل لك عراقي ما عنده جواب. قل له زين قول أنا جاهل. قال أنت شوف نفسك تفتي من كل شيء. يا حبيبي أنا جاي أقول لك شلون العالم بأوروبا. إحنا ترى نفس لسان جعفر. هواي هاي محاضرة بركة الإمام الحسن، هواي أمثلة عندنا، هواي أحاديث عندنا، وأنا تختمها بالعشرة. جعفر وقف شاف نفسه طويل وقال الإمام الحسن العسكري مات خلانا نصلي. جاب الأديان قال له شكو بالهميان مين يرضى يقول أنا جاهل؟ يريدون منا أن نعلم الغيب، يدورون ورانا غيب. مين يرضى يقول أنا جاهل؟ قل أنا جاهل. أنا أريد أبدي وجهة نظر. خلنا نحكي عن الفيزياء. أنا أريد أبدي وجهة نظر في الفيزياء، فأنت تبدي وجهة نظر، أنا أبدي وجهة نظر. أساتذة الفيزياء كوم شير كل من يبدي وجهة نظر. ماذا يسمى؟ مين يسموه عالم؟ شو يسموه هذا؟ يسموه له وجهة نظر. طبعا إذا أعطيت وجهة نظري الآن ما يحتاج لها، يعني 99% و19 يسخر بي وتمتهن كرامتي ودهم تسقط دولة آباد. هاي وجهة النظر في المقاييس الأوروبية. إذا انطاها قياس علمي يعني مشاهدة حسية فد دليل نظر برهاني يسموه عالم، بس مين يسموه عالم فيزيائي. هسه من غير ما تدري تقول ايه اكيد اللي يحكي صح. الاول مرة وجهة نظر والثانية عالم مو فيزيائي. اما اذا اضف في الضوء وتفسير والصوت وتفسير اخذ اكثر من موضوع، صار عالم فيزيائي. الاوروبيين قالوا اكو ناس حمقى جهلة بالعالم، عرفتوهم منهم؟ هوبكنز. أنا بأوروبا، أنا سويدي واليمي ألماني. اسمع العرب شو يقولون؟ العالم هوبكنز. أقول لك نقولهم ستيوارت. ايش قال؟ الجهلة العالم ستيوارت صح؟ بدليل ما تعرفون ذول العلماء لما ما تعرفون. هل أنت وجهة نظر جابوا
أصلا نيوتن مرة أصلا اينشتاين قال له هل النواة تنفجر يعني قبل القنبلة النووية ممكن؟ قالوا ما تنفجر يصغر تنفجر. أنا شايف الفيلم مالته تنفجر مثل اللي يصطاد بهولندا بالليل طيور، لأن ماكو طيور بهولندا وبالليل واللي يصطاد أعمى. اجا زيلار قال له لا حبيبي تنفجر، شنو المشكلة؟ قال له شلون؟ قال له نضربها بالنيوترون مو بروتون. ما حد قال له ما حس خربي. نيوتن هسه يضحكون على نظرياته، اغلب نظريات نيوتن يضحكون عليها. عالم. نجيب مثال عن هذا اللي بكربلاء، اللهم رب الحسين بحق الحسين، ايش في صدر الحسين؟ انتوا وراه. بعدين يقول رب المؤمنين بحق المؤمنين، انتوا وراه تقرون. اجا واحد قال له لا تقول بحق المؤمنين، المؤمنين ما عندهم كرامه، فشال انتوا وراه شيلون. خادم عالم، خادم بالعتبه يعني عالم يصير خادم. لكن اكو آية تقول انما يخشى الله من عباده العلماء. من استمع الى ناطق فقد عبد، فان كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وان كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. اللي يتجاوز عليه يتجاوز على الامام الحسن. افتهمتها الامام الجواد يقول هذا الناطق اذا نطق بالحق فقد عبد الحق المستمع. إذا تقول لا ما كنت تدري يعني جاهل، يعني اسكت بابا حبيبي اسكت، خاف الله اسكت، انت مستواك ضحل بابا اسكت كافي. هانا والحسن اللي هناك قلنا نواصب، هانوهم اللي هناك قلنا يهود، هانو اللي هناك قلنا نصارى، هانو الكونفوشيوسية والبوذية قلنا. يا حبيبي انت شيعي جاي تهينا، انظر الى هذا الاستدلال الما سامع بي اني بالتاريخ، اما شايف بعمري هيك استدلال. هذا عالم بس انت تسميه عالم مو انا. على انه يمكن القول ان مميزات الحسين عليه السلام اكثر من مميزات الحسن، مثل ما ورد أن الشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته والأئمة 9 من ذريته. إذا خصص بالميزة، إذا قصص بالمميز، وأنا أبو التفوق مو ميزة، إذا قصد بالتفوق، إذا قصد الخصائص حكي صحيحة. أنت خصائصك طويل، أنا خصائصك قصير. وإذا قصد بالميزة الأفضلية كما سيتبين شو العلاج؟ لا، الإمام النبي المفروض يعلن يفرق للناس بين الخصيصة وبين يعني الكرامة التي يكرمها الله سبحانه وتعالى. مثال إنما يخشى الله من عباده العلماء. مثال شلون مثال؟ هو هذا ويا مثال 4 عمال يجوا، 3 أقوياء 1 ضعيفون، ما اشتغل. حاشا الإمام الحسين قياس مع الفارق ما اشتغل، ولكن أخذتني شفقة في ضعفه فطيته أكثر، صار أفضل من اللي اشتغل. ما تقدر تقول حكي باطل، ما له علاقة الخصائص أما الميزة لو سئلت لما أعطيته وقلت أنه أفضل، هذا إمام جيد، مضافا إلى أنه وفق إلى نوع من الشهادة لم يرزق غيره منها بما فيها أبوه وأخوه.
الإمام الحسين وفق لهذا النوع من الشهادة، فمما يدل على أفضليته على الإمام الحسن. وأبوه ما وفق لهذه الشهادة، لكن لكون قال النبي أبوهما خير منهما فهو أفضل من الحسن. يعني إذا اثنين أخوة، واحد تقي عالم مجتهد، هسه علي من نجيب بالاسماء، وفق السيد الصدر لقتل ما قتل فيها السيد السيستاني فهو أفضل، أو ما قتل فيها سيد محسن العكي فهو أفضل. مضافا إلى أنه ليس هناك أحد غيره شاء الله في نسائه أن يراهن سبايا على أقطاب المطايا. أنا أريد أعطيك شيء اللغو كثير وأني تعرضت له في مجلس المجالس خاص، بحث موجود مكتوب. كل اللي ذكره وراء هاي النقطة ما جرى فيما بعد. شو حيلك لو كنت من الذين يريدون أن يصلوا بالعلم إلى الله؟ يوحي لك أن الأفضلية اجت بعد موته، صح؟ الأفضلية اجت بعد موته، كانوا متعادلين بالدنيا وصار أفضل من راح للآخر. ثم يذكر، اسكت لهنا كافي، اسكت. يقول ومن دلائل أفضليته أنه النبي قال للزهراء لا ترضعين الحسن، فأخذتها الشفقة وأرضعت الحسن من ثدييها. وعندما ولد الحسين قال لا ترضعي، فالزهراء قالت أنا انسيت، أخذتني الشفقة بالحسن فانتظرت بالحسين فرضعه من إبهامه. هو يقول وإبهام النبي أفضل من صدر الزهراء. الملفت بالنظر لهذا العالم إنه قال وإن شك واحد في أن الزهرة خالفت نقول أن الرواية ضعيفة. أنا أقول مسألة بسيطة مو صعبة، والله مو صعبة. قال أحد الأشخاص وهو في نفسه يعتقد أني أعلم من المجموعة دون أن أتفوه بكلمة، هكذا هو ظن أنه أنا أعلم من المجموعة. قال لي أريد أسألك سؤال، شنو قول فرعون لأقطعن أرجلهم وأيديهم من خلاف؟ أيديهم قبل أرجلهم، أيديهم وأرجلهم من خلاف. فنب شخص يمنى قال له يعني خالف اليمنى واليسرى، وانا سكت. السعيد من اكتفى بغيره، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو أنا هم حاكي هذا حب نفسي اعتقد كيف هو سألني صار علي حق أن أعطيه الجواب، لا جاوب بشكل صح. كيف؟ جرب روحك، شوف إذا دفعتك نفسك تجاوب فأنت بعيد عن الله. كيف حصلت الغاية؟ كيف الغاية وصلت؟ كيف لا تتفلسفون عن الناس. كثرة الفلسفة عن الناس والدخول في أعماق أو أبحاث معقدة فوق مستوى الناس وتقعد تراجع وبعدين تكفر اللي قدامك. انت مستواك هذا. رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. انت هذا حدك. كيف قد يأتي يوم يعني يسبق ظهور القائم، قد يجي إنسان أنت في داخلك كلا وليست للترباع الكل. السجد تفتهم من العبارة ما وضحها، راح تيها هيك كلا مو أقل من الكل بشوية. أن هذا الإنسان باطل، وإذا بي مدعوم من قبل الإمام الحجة عجلت على خرج الشريف يقول لك يلا امشي وراء هذا صار دعوة. فأنت من تريد تراجع كل
الثقافة الذهنية، الصورة اللي انت حاطها ما شايف شيء حلو يخليك تتفوق على نفسك وتوقف وياه، فتوقف مثل الحارث الفهري ويقول له إذا كان الحق لا تهديني إليه بل نزل علي حجارة. مين يقدر بعد؟ أو أبو الحكم أبو جهل المخزومي من وقف على رأس عبد الله بن مسعود وراد يذبحه قال لمن مالت القوم؟ قال عليك وعلى أمثالك، خذ راسي فلا خير في العيش بعد قرد. بعد ما تقدر اخوان، انا انبهكم ما تقدر، والله ما تقدر بعد ترجع. والله عندنا روايات مثل ما عندنا رواية اللي يصلي بفلان يوم صلاة فله عتق رقبة، عندنا اللي يحكي بين الأذان والإقامة قد تضحكون 70. يا عمي والله استهزاء بالنبي، يا عمي والله تستهزئ بالحسن. يا حبيبي اللي يستهزئ بالنبي مين يستهزئ بالحسن؟ اني بعيني شفتكم نبهتكم وضحكتم، والله العظيم شفتكم بعيني، والله العظيم. يا اما تقولون نعم استهزأنا بالنبي، ويا اما اجيب لكم المثل مالتي ان انتم ما استهزأتوا. واحد قال لي جبناها هو دخل على الخط، احنا قاعدين بامان، نحن اقوياء، نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم. ليش حاطين ببالكم المؤسسة الدينية ضعيفة؟ انت ليش تصطدم بينا وتشوفنا جبل يتفشخ راسك؟ احنا قاعدين بهدوء، جاي نقول الامتحانات تخترق، وخصوصا في الانبار عندما الغاها في سنة 2007 ابراهيم الجعفري الغى كل النتائج. هذا الداخل ما يريدني احكي، ما قلت لاني متدين، افرازات خارجية ظاهرية بي شافها انه متدين، ما قلت له، فبنى على انه متدين، وبما انه يكره المتدين، وبما انه يكره الحوزة فبنى على انه انا حوزة، فبنى على ان يهيني، فبنى على ان المؤسسة الدينية ضعيفة، فتفاجأ اني قوي. عجيب ايش قد لئيم، بنى خرقنا له بنيانا. قال ليش؟ وين الاخلاق؟ بنى على اهانة السماوات، فقال على اساسك اختلاف بين الانبار والنجم. قلت له لا مثل بعضنا، احنا عندنا مبادئ قيم. قال هم بس يريد يصطدم بي، يكره عندي لحية، ما مبين عليه خشم كبير، مو معناه متدين. شنو العلامة على المتدين؟ ما جافتين، اكو صورة داخلية، ما شاف نفسي بالمرأة، ما ضع بالمرأة، اكو شيء يبين انه خير. ليش مستفز من كلامي؟ حالي من رايي. قلت له لا، مو احنا نقيم، صعبة كل القاعد تخترق مرة واحدة بالانبار. قال لا، ايش معنى؟ خلاص سألت ايش معنى؟ قلت له خاتل نسبهم ما ثابتهم. قال هذا مو دين، هذا مو دين، معناها اني ما عندي دين. سيقول حتى اقول لك من تقول انا ما قصدت استهزئ بالنبي، انا ما قصدت اهين الحسن، سيقول اذا انت مثل هذا، انت ما قصدت انا ما عندي دين، وانت حاط بالك انا عندي دين، وديني يقول نسبهم غير ثابت، اذا علما تلمح انه هذا مو دين. ثم قال والله العظيم احنا ما عندنا دين، ولا تفتهم فانت في غاية الحمق ان كنت تقصد نفسك، ويا اما تقصد المؤسسة الدينية. فتكلم، اسكت، ما راح ارد عليك، فتكلم اسكت لحد ما ثارني. قلت له شو انت ماخذها حاصل فاصل؟ شو انت ماخذها حاصل فاصل؟ ليه تعطينا مجال؟ شو انت مغالطة ورا مغالطة؟ شنو قال امير المؤمنين العن السبابين؟ اول شيء قال اكره لكم ان تكونوا سبابين. قال اسمع دم الوالي. قلت له شنو قلت الوالي؟ قال شوف يسوي نفسه افهم، شوف كل ما ادعيته انا افهم من الوالي، اي افهم،
بس ما ادعي، ما من حقك تتهمني قبل المدعى. أليس علي لم يقتل الجاني قبل جنايته؟ إذا نقول ما افتهم لك. ما بدي ما تفتهم، انت بتحكي بها راح تبين ان انت ما تفتهم. الافضل ان ما تحكي، أنا ما ادعي. قلت له استجاب الواد، جاي اقول لك النص موجود، اكره لكم ان تكونوا سبابين. انت ليش تهين المؤسسه المدينه؟ قال انت حرمت بالحكي. قلت له وين؟ بعدين قلت اسكت على هذا ما يفتهم. من قال من افتهم، وبما ان هذا كلام مراجعنا فرد ادز له رساله. اسمع الرساله ايش بيها. رد اقول له قال الامام الصادق كل الناس اولاد بغايا الا شيعتنا. بعدين قلت على جاي سويت لك بابا هذا ما يفتهم، هذا ما يفتهم. هذا يدري اني عالم ضايل. ليش اني عالم؟ وبنى صورة اني متدين ضايل. ليش متدين؟ وحط بباله ضد البعثية وهو بعثي. حط بباله اكيد ما حارب ايران وهو حارب ايران. مين يقول باطل؟ مين تسقط كل اللي ما بنى حقيقة. يعني انا احس جولة اريد اقول كل يسقط كل البناء. بناء هيش كبيت العنكبوت، ما بنى شيء، يدري بنفسه. هيش جابك على الحسن حال نقطة بحر الحسن. اني ارفض تقعد قدامي سوالف. انت سالف عن حسن حال. لقد جئتم شيئا إدا. اقعد اعود سالف عدل. وين جابك سالف؟ الدخول على هؤلاء دخول جزافي. اعرفوا حديثنا فإنا قوم فصحاء. شنو قاعد تعرف للفاعل المفعول؟ اسأل أهل الاختصاص. المشكلة منهم أهل الاختصاص، منهم أهل الاختصاص. أبدا إذا أردت لأرد أقول إذا أردت أن لا تهين الحسن أبدا فكن متواضعا واعرف قدرك. المي يعرف قدره والله العظيم بسبب ما يطلع صاحب السنة. اعرف انت وين تجاي سولف. هي يردلها امكانيات، يردلها اعماق. يسموها هذا انا دائما اقول كوسترو مدري اللي بالعالم البحار. كوسترول المهم انسولين. يا عمي بالبحث وصل الى الله. رجل مسيحي شاف من آيات الله العجيبة في البحار. شنو أنا هذا أفضل مني؟ والله يقول سنريهم آياتنا في البحار. انظر إلى عظمة الله من وجوده. بعد يوم جاي درس بالفلسفة قلت له اكتب للطالب ذن العبارتين لأن الناس يومية جاية على المحل. يا ناس يعني الأمن. قلت له فخاف يشلفوك. اكتب ذني الكلمتين. أكبر دليل على وجود الله وجودنا. قال لي عبارة حلوة. قلت له عوف الحلال عوف الهدى. اكتب ما هو الدليل على وجودنا. اكتب وأكبر دليل على وجودنا آثارنا. عالمان يعني تمشي بحد شيء. اسكت كان مو عالم. الله لا يسكت. شلون نسكت؟ نلغي. الإمام الحسن يراد له واحد
يحبه. أنا متأكد اللي يحب الحسن يعطيه معلومات عنه، الحسن هو يفيض من عنه اللي مثل ما اللي يحب الحسين يعطيه امتيازات لا أريد أن أقولها، كذلك الحسن يراد لواحد يحبه. يا أخي أنت تقول أحبه، يا أخي اليوم بين لنا حبك له، قل له يا الحسن أريد تجي تعطيني حكمك بهذا اللي حجاب المحاضرة، فإن ما جاك يعني كلش يحبك كلش. نظف داخلك نظفة، ما محتاجين بين الحسن والحسين، هم سيدان إمامان، سيدان سبطاي ريحانتاي باللغة العربية إذا أطلقت هكذا بدون أفادت المعنى الحقيقي. هما ريحانتان، هما سبطاي، إمامان، هما ولداي، هما ابناي. أتعلم اللغة العربية قبل ما تشمل لي هذا بي 90% لغو كتاب، لكن صاحبه تقتل إذا نسيته، لكن أنا ما يهمني القتل. 90% لغو. روجوا للمحبة والتواضع والألفة والسكينة والشفقة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذول اللي يخشون الله حق خشيته. أما إحنا فأرفع واكبس واعصي وتوب واستغفر واقع. فإحنا اليوم لأن مو يعني ما شفت إنه بيها مجال باعتبار الليل قصير، عود من يصير رمضان بالشتاء الإمام الحسن التعرض إلى حياته يراد لسلسلة كاملة، نكتفي بهذا المقدار نصرة للإمام الحسن المظلوم، فرحا بحضورنا، وإن شاء الله نكون من المبتهجين. كلما تمر هيك السنة علينا دائما أن نستذكر حديث رسول الله أو أمير المؤمنين: رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.